رجعنا لكم تاني، وزي ما قلت في بدايه او في الانترو معانا اللي هيبقى طبعا ليه اسامي كتيره جدا، الجوكر، مهندس الصفقات، يعني اسامي كتيره. الاستاذ عمرو الجنايني طبعا مشرفنا ومنورنا في الملاعب اليوم. ربنا يخليك يا حازم، ربنا يخليك، ده انا اللي بتشرف بوجودي معاك. القاب كثيره ويعني وكلها حاجات اكتسبتها من شغلك ومن حب الناس ليك ومن حبك للناس وحبك لنادي الزمالك. ويمكن اغنيه نادي الزمالك انا بحس ان جماعه متاثر انت بالموضوع ده بشكل كبير. جميله قوي، انا حاططها في العربيه والله. يعني ام كلثوم وبحبك يا زمالك. طيب يعني الفتره دي في نادي الزمالك، خليني ابتدي معاك يا استاذ عمرو. يمكن حضرتك شخصيه في نادي الزمالك ليك تقولك، ليك وزنك، على الرغم ان انت مش منتخب، ولكن ما شاء الله دايما اسمك في كل حاجه في نادي الزمالك بشكل ايجابي الحمد لله. يعني الحمد لله. الفتره اللي فاتت حصلت المشكله، ويعني كان يعني كلام كتير جدا قيل على لسانك، وقيل ان انت عملت وان انت كنت متزعم جبهه وان انت ما حضرتش هذا الاجتماع الاخير لانك انت رافض العوده. يعني اديني وجهه نظرك في احداث اللي حصلت في نادي الزمالك الفتره اللي فاتت، وهل انت كنت في الاجتماع فعلا ضد الكابتن حسن شحاته وضد عودته، وان انت كنت اكتر واحد بتصوت في هذا الموضوع؟ يعني بادئ ذي بدء كده. انت بتقول قيل كلام على لسانك. انا اول مره اتكلم من ساعه هذا الموضوع هو النهارده معاك. انا ما قلتش حاجه خالص، يمكن ولا في السايتات ولا ما اتكلمتش خالص. وبعدين تعالى بس تصنيفها انها مشكله، انا شايف انها ما كانتش مشكله. مش حاجه خالص. يمكن انت يا حازم ما كنتش حاضر الاجتماع ده. اللي حصل فعلا بالظبط ان الكابتن حسن شحاته اتقدم بتقريره يوم 18/5. كان يوم الجمعه 18/5، انت كنت حاضر بقى قبل ما تسافر. قعدنا اتكلمنا ببساطه جدا، كان الكابتن اسماعيل يوسف والكابتن اسامه نبيه والكابتن ايمن طاهر. وقعدنا اتكلمنا طب وشفنا كل الورق اللي الكابتن حسن مقدمه، فيها قائمه المستبعدين، ال10 اسامي اللي احنا كنا بنتكلم عليهم. مش من ضمنهم شيكابالا، عشان بس الامور يعني تكون واضحه. وفي تقرير منفصل على شيكابالا، ومكتوب فيه ان هو الامر مرفوع لمجلس الاداره لاتخاذ ما ترونه مناسبا نحو عقوبه اللاعب. طبعا الكلام ده يوم 18، وحصل حديث كان يمكن هقوله بقى بيني وبينك، وانت يمكن انت كان ليك السبق ان انت حتى ابتديت مع الكابتن اسماعيل يوسف. طب النهارده الاسم الكبير بتاع احمد حسام ميدو اللي ما عملش مشكله، اللي حللنا مشاكل كتير جدا في الفرقه، اللي عمره ما فتح بقه الحقيقه وعمره ما اثار مشكله، لو ينفع هقولها تاني، لو ينفع ان هو ممكن ياخد فرصه تانيه، احنا ممكن العبء المالي بتاع العقد بتاع ميدو ممكن ان احنا نتكلم معاه فيه. اتكلمت انا وانت حازم، قلنا لو الكابتن حسن مبدئيا قال ما عنديش مانع، انا حازم تعالى اكلمه انا وانت. اعتقد ما حصلش اكتر من كده. تمام. تاني يوم قبل الاجتماع كنت قاعد انا وكابتن ابراهيم يوسف، لسه حتى كان الاجتماع الساعه 2. انا وكابتن ابراهيم يوسف ولسه اعضاء المجلس ما جوش. فوجئ كابتن ابراهيم فوجئ بمكالمه من كابتن اسماعيل يوسف، قال له الكابتن حسن شحاته قدم استقالته وكتبها وهيبعتها لكم دلوقتي، ولما حاجته ومشي. قال له ليه في ايه؟ كابتن ابراهيم قال لي طب ليه في ايه؟ حاولنا الاتصال، يمكن كابتن حسن كان قافل موبايلاته، بكريم كريم حسن شحاته، كلمنا حماده انور المدير الاداري، كلمنا عبد الله جورج والمهندس مجدي ميشيل، الدكتور عبد الله جورج والمهندس مجدي ميشيل من المقربين يعني. فشلنا الحقيقه في التوصل للكابتن حسن. وكان الرد لا، الكابتن حسن يمكن دلوقتي هو نايم لما يصحى يعني. ففضلنا فعلا مستنيين، وكان الكلام يا جماعه احنا الاجتماع ممتد، يمكن احنا موجودين الكلام ده من الساعه 1، قلنا مش هنخلص قبل 7 7:30. كان في بنود كتيره قوي قوي، ولن نعلن عن اي حاجه طبعا لحد الكابتن حسن حتى يكلمنا في التليفون. تمام. حصل ان يمكن خلال الفتره دي كلها ما كملناش نص ساعه لقينا كلنا جاي لنا مسجات على موبايلاتنا عاجل استقاله الكابتن حسن شحاته من تدريب الزمالك. انت بتقول الموقف اللي انتوا اتحطيتوا فيه يعني عشان الناس تبقى عارفه بالظبط ان انتوا رايحين ومش عارفين حاجه، وفجاه لقيتوا على الموبايلات جايه لكم هذا الموضوع، عشان يعني انتوا
برضه الناس تبقى فاهمه ان انتوا جالكم الخبر ازاي. لا مش احنا اللي اعلنا ومش احنا اللي استعجلنا. انا بقول لك احنا قاعدين في الاوضه، والله ما حد خرج حتى من الاوضه. فوجئنا بالايه طب حتى اخر حاجه انا مكلم كريم، يمكن كانت الساعه 6:30 7:15. مكلم كريم، يا كريم فين الكابتن حسن؟ كان هو داخل ساعتها يعني نفهم عشان برضه ان انت مش ضد هذا الموضوع. ضد. طيب عشان في برضه لا طبعا سيبني بس الحته دي. عشان خلاص ما كابتن حسن رجع فعلا. اللي ضد هذا الموضوع اللي ضد هذا الموضوع يا جماعه، ده انا راجع من المغرب بقول انا مش مصدق اللي انا شفته من الشعبيه الجارفه، من الجمال، من النقاء، من الراجل اللي فرحنا. انا مره واحنا هناك في المغرب قلت للكابتن حسن، قلت له انت السبب في اللي انا فيه. انت اللي خليتني زملكاوي بالشكل ده. يعني انا طبعا انا وعيت على الدنيا. كابتن حماده امام كان بيبطل انا بقول لك اهو، كابتن حماده وكابتن عمر النور وبعدين الكابتن حسن شحاته طبعا بقى. يعني مش عايز اقول لك انا بقيت زملكاوي كده بسببه. كامل التقدير والاحترام والحب. وبعدين انا كان ازاي قالوا ان انت ما جيتش المجلس الاخير عشان انت كنت رافض العوده. انا رايي يا حازم اتكلمنا في التليفون وقلته، ورأيي اتكتب في ورقة وموجودة هناك. قلنا كابتن حسن عمر ما حد حتى في مجلس الإدارة يقدر انه يقول الكابتن حسن يمشي. الكابتن حسن قدم استقالة. الكابتن حسن هيسحب الاستقالة ويبدي حتى شفهية، يبدي ان هو عايز يستمر مع نادي الزمالك. اكتر الناس هتبقى فرحانة في الدنيا هو احنا، وبالتالي كل اعضاء مجلس الإدارة. اهرب من ايه؟ اذا كنت خدت القرار الصعب مش هاخد القرار السهل. لا يعني قال ان انت يعني انا عرفت ان الاستاذ ممدوح قال هنشوف تاني، وفي ناس قالت في تصويت والكلام ده، وانت قلت لو حصل ده انا مش هقعد في المجلس ومش هينفع اخد هذا القرار، ان انا خلاص خدت القرار ان احنا قبلنا استقاله. فالكلام ده انت اقسم بالله لم يحدث. وانت تعلم كويس قوي قوي. يعني انت بتوضح، عايز توضح للناس بس انت عارف. لكن لا 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 لم يحدث هذا الكلام. الكابتن حسن شرف لينا ان الكابتن حسن بيدرب نادي الزمالك. مش انا اللي هقعد اتكلم على كابتن حسن شحاته واقول رمز وبعدين معلش يعني الكابتن حسن ايه فرق الكابتن حسن من مجلس اداره نادي الزمالك؟ الكابتن حسن ممكن ياخد يعني قرار لصالح نادي الزمالك. مفيش فرق، احنا مش فريقين. يعني في ناس يعني او كابتن حسن حس ان جوه المجلس في نيه كانت هتبقى يعني عقوبه شيكابالا هتبقى شكليه، الضغط عليه في بقاء ميدو، فده يمكن وصل له بشكل او باخر، وده يمكن اللي خلاه ياخد القرار. هل الكلام ده كان بس قبل ما حضرتك تجاوب ناخد زميل مجلس اداره طبعا محترم جدا جدا هو المهندس رؤوف جاسم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن حازم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك، والحمد لله على السلامه عمرو باشا. ربنا يخليك يا رؤوف، ربنا يخليك يا حبيبي. رجعت من المشاكل، كنت عامل مشاكل عشان ما احضرش. ايوه. مهندس رؤوف جاسر طبعا عضو مجلس اداره نادي الزمالك. يعني في كان قبل يوم السبت ده كان يعني يوميها الصبح في الجرائد وفي المجلات وفي كل المواقع سبت دامي وسبت صعب والمواجهات الصادمه. الكلام ده حضرتك وانتوا رايحين المجلس شفتوه ازاي واتعمل ازاي؟ وبعد القرار شايف حضرتك القرار طبيعي ام كان في توازنات زي ما الجرايد بتكتب؟ يعني وضح لي وجهه نظر حضرتك في هذا الكلام. هو الموضوع خد اكبر من حجمه بكتير قوي يا حازم. يعني القرار كان وليد الساعه يعني، وانت عارف كويس، وعمرو كان في الجلسه اللي انت ما حضرتهاش. خلاص انا اتشميت، انا الناس كلها عارفه ان انا ما حضرتش الجلسه دي. لا والله ما اقصد بحضرتك. لا ما انا عارف الناس كلها عارفه انا بهزر. طب الحق عليا. لا وانا ما حضرتش الثانيه، خد بالك. هو ما حضرش الثانيه. شوف انا اللي حضرت. انت اللي حضرت اثنين يا باشمهندس. تمام. اتفضل يا فندم. بقول لك الجلسه دي احنا كنا رايحين وعازمين، ويعني وعمرو اكيد هياكد كلامي ده على ان احنا ناخد قرار جامد قوي مع شيكابالا. وانا في الحكايه دي ان كان في جلسه حضرها الكابتن ابراهيم يوسف وانا، وقعدنا مع الكابتن حسن وعرفنا هو عايز ايه، وطمناه او مش طمناه، يعني قلنا له ان احنا ناويين نيه يعني قويه، لا لان الموقف يعني كان مش كويس يعني. ف احنا فوجئنا في الجلسه، فوجئنا بالاستقاله. وكان احنا لازم يعني، انا عايز اقول
طبعا الكابتن حسن لما نتكلم عليه طبعا لا انا ولا غيري يتكلم عليه كتاريخ وكلاعب وكمدرب، وهو الراجل بصراحه يعني في واضح ان في احترام متبادل يعني بين مجلس الاداره للكابتن حسن. كلام حضرتك كلام استاذ عمرو الجناني كله في احترام للكابتن حسن بشكل كبير يعني. انا علاقتي وان كنت مش هدعي ان انا شرف الصداقه مع الكابتن حسن، لكن انا اعرفه من ايام ما كان لعيب، واخد بالك، ولعبت معاهم كوره كتير بعد ما الراجل اخلاقه عاليه جدا، وحتى في تعاملاته معانا في المجلس وانت وعمرو تاكدوا الكلام ده. الراجل يعني، لكن الحقيقه اللي حصل ده ما كانش متوقع. وانا شايف انه كان لازم، وما زلت مصر ان بعد ما انا ما اعرفش اسلوب كابتن حسن ايه، ما اعرفش ايه اللي خلاه يعمل كده، ما اعرفش. هو طبعا عرفنا بعد كده ان هو كان يعني في وجهه نظره انه ده بيشيل حرج من على المجلس، بيشيل حرج عن مجلس الاداره، وده طبعا الغرض نبيل، لكن طبعا ساعتها احنا ما كناش مش شايفين شايفين هذا. مبرر. صح. طب العلاقه هترجع يعني؟ في ناس كتير يا باشمهندس بيقولوا هل العلاقه هترجع طبيعيه بين المجلس والكابتن حسن شحاته؟ وخاصه طبعًا مثلا في اسامي اتقالت ان هم قبلوا الاستقاله بشكل واضح وصريح، اللي هو حضرتك مثلا كابتن عمرو، استاذ عمرو. هل العلاقه طبيعيه هترجع ولا انت شايف ممكن يبقى فيها شائبه مثلا؟ انا مش شايف اي حاجه، لان اللي حصل ده تصرف طبيعي، واخد بال حضرتك، وكابتن حسن راجل دماغه كبيره وفاهم الكلام ده. وانت بقى حاضر الجلسه الثانيه اللي الاستاذ ممدوح عباس لما جه طلب يصوت على مناقشه القرار مره اخرى، قلنا له ايه؟ قلنا له لا انت رئيس النادي ونناقشه حالا مره ثانيه، ايه المشكله؟ ومجرد ان هو وحضرتك اللي فعلا قلت هذا الكلام من نفسك يعني. صح. ومجرد ما هو اكد ان الكابتن حسن ما كانش يقصد الاستقاله والكلام ده، انت شايف على طول كان المجلس رد فعله بالاجماع. وده وانا عارف ان ده شعور عمرو وشعور الكل، ما فيش الاعلام عمل قصه كبيره من موضوع يعني ما يستحقش. طيب خليني اطلع من الحديث ده واخش في موضوع المتحف. يمكن متحف حضرتك المسؤول عن متحف نادي الزمالك، المهندس رؤوف جاسر مسؤوليه كامله عن هذا المتحف. حضرتك عندك افكار وعندك ورشه عمل وعندك ناس تحت ايدك تعمل هذا الموضوع. هل ابتديتوا في خطوات يا باشمهندس؟ والله احنا ابتدينا، بس اول حاجه احنا اخترنا المكان اللي انتوا وافقتوا عليه في مجلس الاداره حازم، بتاعه العمراني والكلام ده، من وساعدنا الدكتور مدحت الشاذلي، ودلوقتي بنعمل الديزاين المبدئي بتاع المكان. وانا كنت اتكلمت مع احد الرعاه على اساس وهو وافق من حيث المبدا، واخد بالك، وهنبتدي نتكلم يعني نحط التخطيط ونعرضه عليكم كمجلس اداره. يعني ممكن الناس تشوفوا امتى مثلا الحاجات دي؟ يعني في ناس بتاخد على المجلس ان في كلام كتير بيطلع، ولكن عايزين يشوفوا بقى حاجه جديه. يعني عندي حاجات على الفيسبوك برضه هتناقشها مع الكابتن او استاذ عمرو فمواضيع من هذا القبيل. هل ممكن نشوفه مثلا السنه الجايه، السنه اللي بعد الجايه؟ هل في ميعاد محدد؟ انا بتصور، انا مش عايز احط بلان الا لما اتاكد من السبونسر واتاكد من الناس اللي هتساعدنا. انا اتكلمت مع الاستاذ فتحي سبل علشان كل الداتا اللي هتيجي من الجرايد القديمه والكلام ده، فقال لي انا هساعدك فيها شخصيا. وهنبتدي لسه هنشوف حد من الاعلاميين القريبين من التلفزيون عشان ناخد الحاجه اللي هنحطها على السكرين، وهنعرض عليكم الاول التخطيط المبدئي بحيث ان افكار مجلس الاداره برضو نستوعبها ونشوف ايه اللي ممكن ننفذه. وانا بتوقع يعني انه ممكن ياخد كتير سنه، انما ان شاء الله ياخد ان شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا مهندس رؤوف جاسر عضو مجلس اداره نادي الزمالك. هرجع لك بقى تاني معلش في موضوع انا عايز بس اوضح للناس عشان برضو ممكن يبقى فيه بعض الاختلاطات او بعض الاتهامات وانت ممكن فعلا ما تردش فتقدر ترد عليها. مش عايزين نقول اتهامات ولكن يعني تساؤلات. قال ان هو حس ان في اعضاء جوه المجلس عايزين يموعوا الموضوع شويه، ان هو ما يبقاش في عقوبه ونمشي كده الليله ناس هتهدى وناس هتنسى وياخد عقوبه ماليه وخلاص. بص يا حازم، احنا تربويين قبل اي حاجه. اللي مش هنقبله في بيوتنا مش هنقبله في الاماكن اللي احنا بنديرها. الصح صح والغلط غلط. بس لازم برضو كمان نعاقب بمقدار الغلط اللي اتعمل. يعني مش واحد عمل مخالفه مرور ياخد اعدام، ومش واحد قتل واحد ياخد غرامه 5000 جنيه. فيعني ولا كده ولا كده. واعتقد ان ده دور وحق مطلق لمجلس الاداره. لم يحدث في اي وقت من الاوقات ان يعني طول ما احنا موجودين لا هيحصل تهاون ولا هيحصل دلع ولا هيحصل طبطبه. انا يمكن انت ما كنتش موجود معانا